رمضان كريم على الجميع. تعبان من امبارح، انا تعبان. هارد لك لأنه مبروك للعين، ضربات الحظ ابتسمت لهم. لعيبتنا ما كانوا متوفقين بضربات الحظ، كان تركيز غايب عنهم. ما بتقدر تحكي شيء غير انه ركلات الحظ هي. على كل حال انا رئيس نادي النصر اليوم، انا عندي اول خطوه وقتيه هي اقاله المدرب. لانه انت اليوم اربع خمس مواد ورا بعض عندك اخلاط دفاعيه ما عم تقدر تظبطها، ما عم تقدر تصلحها. انت ما بتستحق الاستمراريه. انت فارق بينك وبين الهلال 12 نقطة، مستحيل الهلال يخسر 4 مباريات، ذاتني 11 مباراة بقيانة، مستحيل الهلال يخسر 4 مباريات. أول خطوة وقتية إقالة المدرب. الخطوة الثانية إقالة الكشافين عن اللعيبة. مين هو اللي عم ينتقي اللعيبة؟ اليوم أنت جبت اللاعب الأسترالي عزيز بيلعب باك شمال، أنت ناقصك باك شمال، أنت ناقصك قلب دفاع، أنت ناقصك ظهير يمين، باك شمال ليش؟ يعني ما بعرف ايش تحكي. حارس مرمى ناقصك، جيب حارس مرمى من آسيا، حارس مرمى إعارة جيبه. يعني في بعض النقاط عليها ألف استفهام والله العظيم. الكشافة لازم إقالة مباشر، جيب كشافة يكونوا أفضل من هدول اللي عندك، يفتلوا على الأندية السعودية. اليوم بنادي الأندية ضمن الدوري السعودي درجة أولى درجة ثانية دوري الممتاز في أقل شيء 40 فريق. هل يا ترى 40 فريق ما في بالشباب بالأولمبي لعيبة ذات جودة عالية بيستحقوا يلعبوا لنادي النصر؟ هل يا ترى ما في حارس مرمى بين 40 50 فريق بالسعودية؟ ما في حارس مرمى يكون شبيه ما راح شبه على حدا عشان ما حدا يزعل مني، ما بيستاهل يلعب مع النصر. انت حراسك نادي النصر، مع احترامي للجميع، الاربع حراس مستواهم اقل من الوسط. اذا حدا بيقول لي مختلف معي خليه يعلق. عندك